الثامن من آذار عيد المرأة العالمي، ينبغي المعرفة أنه يستحيل عيش حياة حرة قيمة ذات معنى ما لم يتحقق عيش سليم مع المرأة ضمن المجتمع. علينا أن نقوم بصياغة أقوالنا ونطور ممارساتنا انطلاقا من الإدراك بأنه لا يمكن تحقيق حياة أثمن وأجمل إلا مع المرأة الحرة المتقدمة تماما بكرامتها وعزتها. لكن الحداثة الرأسمالية المبنية على إنكار المرأة وإنكار العشق وإنكار المجتمع وتمجيد الفردانية وإحاطة الجنسوية في كافة ميادين الحياة وإخراج المرأة من جوهرها واستبعاد المرأة، حيث أن أفادت المرأة الحرة يعني مجتمع حر، إذ أن الحرية هي نقيض العبودية. لذلك فإن ثورة المرأة هي ضمان بناء مجتمع أخلاقي سياسي ديمقراطي، كما أن فلسفة المرأة حياة حرية هي نهج وركيزة أساسية للوجود وكينونة المرأة. فمنذ فجر التاريخ وإيمانه بأهمية حرية المرأة التي أبدت نضالا ومقاومة في كافة ميادين الحياة وساحات النضال، حيث شاركت في الثورات والانتفاضات، إلا أنها وصلت إلى تحقيق أهداف يوم الثامن من آذار، وما زالت مستمرة بنضالها من أجل أن يصبح هذا اليوم هو فلسفة الحياة ليومنا الراهن. بالرغم من كل هذه التضحيات ما زالت هناك قضايا عالقة ضمن المجتمع مثل قضايا المساواة والعنف والقضايا السياسية والحقوقية والاجتماعية. فإن قضية حرية المرأة هي قضية مجتمعية. بقدر حاجتنا إلى نضال المرأة حرة هناك حاجة إلى نضال الرجل حر أيضا. نحن الآن مقبلون على إعادة بناء سوريا الجديدة وعلى وجه الخصوص، وهذا كله يحتاج إلى تضافر الجهود من جميع أفراد المجتمع نساء ورجالا على السواء أن يعززوا نضالهم من أجل تحقيق عالم أكثر عادلا في سوريا الجديدة. طبعا نحن نعرف أنه هذا اليوم هو ما مختصر أنه يوم هو نحتفل فيه نحن كنساء موجودات، بالعكس نحن بهذا اليوم من كل سنة بنجدد نضالنا، بنجدد كفاحنا تجاه الحرية. طبعا اليوم كمان نحن عايشين ما بين البينين بظل وجود الحكومة السورية الجديدة. إيش راح يكون دور المرأة فيها؟ هل يا ترى إنه المرأة راح تقدر تواصل كفاحها؟ هو المرأة طبعا نحن نعرف إنه هي بس حطت طموح قدامها راح تقدر توصل قد ما كانت الصعوبات، ولكن نحن نعرف مرتكزات أي دولة أو أي حركة كانت نجاحها مرتبط بنجاح المرأة فيها، بحرية المرأة فيها، لأنه المرأة هي اللي تأثر بالمجتمع بشكل فعال. المرأة هي اللي تأثر ضمن الدولة كمان تكون هاي الدولة إيجابية أكثر. نحن شايفين اليوم الحروب اللي عم تدير هي ما حروب دولتية فقط، هي عم تصير تقريبا حروب على مستوى الأقاليم كامل. إيش دور المرأة راح تكون ضمن هاي الحروب؟ الراهنة كمان نحن نعرف إنه المرأة هاي فرصتها لإثبات وجودها، بما إنه العدو تكاتف وصار واحد. نحن كنساء اللي نحمل السلام فمن السهل إنه نحن كمان نتكاتف مع بعضنا ونعكس هاي الصورة لهالمجتمع اللي نحن متواجدين فيه. نلغي فكرة الحروب، نلغي فكرة الدماء، نعيش بسلام، نعيش بروح حرية المرأة.